لا مو حلم، راتبك راح يوصل مليون، مليون وربع انت وخدمتك. راح تقولون ماهر شلون؟ انا حقول لكم شلون. اخوان، تعديل الراتب الاسمي مو فد معجزه موجوده بالعراق. انا قريب على كثير من الاخوان في مصدر القرار واعرف القانون بخمس دقائق، يريد يصدروه، يعني مو فد معجزه ان قانون صعب وما يصير له، مو فد معجزه. اليوم احنا عندنا اخواننا في مجلس النواب هم ممثلين القوات الامنيه، ممثلين 1,300,000 صوت في القوات الامنيه وصعدوا من خلال اصواتهم. باكر عقبه صوتي مع اصواتكم نبقى نلح، نبقى نناشد بشكل استمراري، راح 100% راح يعدلون القانون. بعض الاخوان يقول لك ماهر القانون اصلا ما له اي وجود. لا حبيبي، له وجود، والدليل راح انزل لكم المقطع الخاص بالسيد الوكيل الاقدم الاستاذ حسين العوادي، راح يذكر بكل التفاصيل، والمنشور موجوده مذكوره كل التفاصيل. اولا تعديل الراتب الاسمي، تعديل العمر، تعديل اضافه الارزاق والشهاده على الراتب الاسمي، كثير من كل المواضيع راح اضيف لكم الوكيل الاقدم مكمل هذا القانون مشتغله ورافعه للامانه العامه لمجلس الوزراء. بعض الاخوان راح يقول لك هو مجلس الوزراء ووزاره الماليه، البعض يقولون احترفت على هذا القانون، بس ما يقولون ان البرلمان هو صاحب السلطه الاقوى، والحكومه ووزاره الماليه والامانه العامه لمجلس الوزراء تنفذ ما يقول البرلمان، تنفذ ما يصدر البرلمان. احنا اليوم ما لنا علاقه بالوزارات، احنا اليوم عندنا علاقه، عندنا ناس ممثلين في مجلس النواب اللي هم موجودين من خيره الضباط، موجود من الاستاذ نايف الشمري، من الاستاذ عزيز ناصر، عثمان الشيباني، الاخ علي نهير، الاخ احمد الدلفي، موجودين كثير من الاخ النائب ياسر، كثير من الضباط اللي هم يمثلون القوات الامنيه. باكر اليوم بعد سنه اذا نبقى هذا الضغط مالتنا وتبقى صوتي مع اصواتكم 100% راح يصدر القانون، وكل الوزارات من ضمنها الامانه العامه مجلس الوزراء ووزاره الماليه تلتزم بتنفيذ القانون. فاللي انصحه لي اخواني القوات الامنيه، تعرفون هذا قانون، يعني احتمال يقول لك مثلا يصدر قانون ما بيه اثر رجعي، فشويه تريفوا بموضوع التقاعد حاليا، لحد يقدم تقاعد مبكر لحد ما نشوف هذا القانون وين راح يوصل. اكيد احسن ما تطلع 800 او 300 او 400، راح تطلع انت وخدمتك تتجاوز راتبك حتى المليون. يا اخواني، الراتب الاسمي وتعديل الراتب الاسمي والقانون الخاص بتعديل الراتب الاسمي مو شيء صعب ولا فد شيء حلم. انا قاعد مع اصحاب القرار وشايف بعيني، 5 دقائق رفعوا ايديهم صار قانون، انتهى كل شيء. وهاي رفعت اليد ان شاء الله اللي ذكرتهم واللي بقيه بيهم البركه راح يرفعون نيتهم، وانا متاكد 100% اذا يبقى هذا صوتنا وصوتي معاكم، اخوكم وصوتكم الاعلامي ماهر محي.